يا حبايب قلبي، لو ما عندكوش لحمة ولا فراخ تعالوا بقى أمالكوا على الوصفة دي سهلة جدا وبسيطة خالص ومش مكلفة خالص خالص. أنا مش عارفة بصراحة اسمها ايه، بس أنا سميتها كفتة الرز الكدابة لأنها هي كفتة ومش كفتة، بس طعمها جميل جدا وهتحبوها والله العظيم. ومش أو مش هتعملوها مرة واحدة بس، هتعملوها على طول إن شاء الله، زي ما أنا كده هعملها على طول. وعجبت الأولاد وطعمها بصراحة جميل. تعالوا بقى أقولكوا على المكونات بتاعتها، سهلة وبسيطة خالص وفيها تكات كده هقولها في الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك، ولايكات كتير وكومنتات أكتر، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد. دي مكونات الكفتة الكدابة، أنا سميتها كده بس مش عارفة اسمها ايه بصراحة. سهلة جدا وبسيطة خالص. معايا توابل: ملح وكمون وفلفل أسمر وحبة كركم وشعرة كده قرفة وبصل بودرة وتوم بودرة ومعلقة كزبرة. ومعايا بقى قطعت بصلاية كده شرايح وفلفل ألوان ومعايا كده فصين توم وحبة خضرة، تشكيلة خضرة. ومعايا بطاطستين مكعبات، ومعلقة بقى دي معلقة خلطة كده السرية بتاعتنا، معلقة بيكنج باودر. ومعايا مكعب مرقة دجاج، دي اختياري، عايزين تحطها حطها، مش عايزين براحتكم. وكنت بقى غاسلة 3 كوبايات رز وبنشفهم كويس جدا. بس دي بقى المكونات بتاعتها. هنطحن بقى الرز معانا مع بعض اهو. عايزينه بقى بودرة خالص زي ما انتوا شايفين كده معايا. طحنته خالص ازاي اهو. هنطحن بقى الكمية كلها وفي الاخر اوريكم بقى خالص. انا كده خلصت الكمية بتاعة الرز. والله العظيم يا جدعان حاجة كده جميلة، انا اول مرة اجربها بس طعمها خطير ومش اخر مرة ان شاء الله. نحط بقى المكونات بتاعتنا. حطينا كده البطاطس المكعبات اهو الكمية كلها. والفلفل الالوان، وحطينا البصل اهو. وهنحط بقى الخضرة اهو. هنحط برضو الكمية بتاعتنا، نضربهم بقى في الكبة. طبعا بقى لو ما عندكيش كبة ممكن تعملها في الخلاط عادي. هنضربها اهو. والله يا جدعان اول مرة اجربها بس طعمها خطير، حلو قوي وهتعجبكم جدا. اعملها بس بالوصفة بتاعتنا دي كده. حطيت بقية الكمية وحطيت بقى الثوم المطحون اهو، والتوابل. اصلا وهي بتنضرب في الكبة ريحتها فظيعة. ومكعب المرقة زي ما قلت لكم دي اختياري. والمعلقة بقى السحرية بتاعتنا بيكنج باودر اهو. نضربهم بقى تاني في الكبة اهو. بص بقى السمك بتاعها حلو قوي ازاي اهو. لايكات كتير بقى كومنتات اكتر، واللي يجربها يكتبوا لي في الكومنتات. والله يا جدعان طعمها حلو فعلا. هقلبهم كده بقى مع الرز المطحون اهو. وهنحط بقى 3 معالق نشا عشان كده تبقى الكفتة ماسكة بعضها كده، ما تبقاش سايلة اهو. ندعك كده كلهم مع بعض. هنحطها تاني بقى في الكبة عشان بقى كلهم يختلطوا ببعض اهو. حطيت الكمية بتاعتي. الله 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 على الريحة، انتوا شامين؟ دي الكمية بتاعتنا. بصوا حاجة كده والله العظيم ريحتها فظيعة ولا طعمها جميل.
انا فعلا لو ما كانتش طلعت حلوه معايا ما كنتش هعملها، بس والله العظيم جميله جدا. جربوها، مش ان شاء الله مش تبقى اخر مره تعملوها، هتعملوها على طول. واكتبوا بقى في الكومنتات لو جربتوها عرفوني. اهو انا بقى الكميه دي هحطها شويه في الفريزر تسقع شويه 10 دقايق كده على لما تمسك نفسها اكتر. بس هي اصلا ماسكه نفسها وحلوه ازاي. اهو بصوا جميله ازاي. فانا بقى احطها في الفريزر شويه. اعمل بقى شويه رز صغيرين يا دوبك طبق على قد كده. حطيت حته زبده وحبه زيت. هعمله رز ابيض اهو. هحط كميه الرز بتاعتي هما كده حبه على قد كده اهو. حطيت الكميه، هقلب فيهم شويه. حطيت شويه ملح وشعر السكر. هفضل اقلب فيهم شويه واحط كده ربع معلقه خل بيخلي الرز مفلفل مفلفل ها. اهو انا اعمله رز ابيض طبعا بقى. لو عايزين مثلا تعملوا رز حبايه وحبايه براحتكم خالص. وحطيت كده ورق لوري بيخلي ريحه الرز جميله وطعمه بيبقى تحفه جدا اهو. هقلب بس فيه شويه كده اهو. انا بقى مسخنه شويه ميه عشان احط عليه اهو. امم اغطيه بقى لحد ما يستوي معانا. نصبع بقى الكفته بعد ما احطها شويه في الفريزر اهو. شفتوا جميل ازاي. والله يا جدعان فعلا تحسها الكفته بطعمها وريحتها هي كفته. محدش يقول عليها اللي هي بالبطاطس والخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض دي. محدش فعلا يقول عليها كده، هي طعمها كفته فعلا اهو. وماسك نفسه ازاي، مش سايله ولا اي حاجه. حلوه ازاي. انا بقى الحبه بتوعي حطيت عليهم شويه شطه. طعمها حلو قوي سبايسي، طعمها جميل. انا بحب كل حاجه بالشطه اهو. نحط بقى حبه في الزيت حبه في الطاسه. انا مكبره الصباع علشان هاكله جنب الرز كده. مش هنعمله بصلصه اللي هي بالدمعه دي. طبعا بقى لو عايز تعملها بصلصه طبعا وصفه برضو سهله خالص. بس احنا ناكلها ناشفه كده جنب الرز اهو. بقى نسيبها لحد ما تتحمر معانا اهو. شفتوا الجمال. والله العظيم يا جدعان طعمها حلوة قوي وناشفة جدا ومستوية من جوه وجميلة. جربوها كده مش هتندموا والله، وهتعملوها على طول. واللي يجربها اكتبلي في الكومنتات ايه انا عملتها اهو. مستوية من جوه ازاي يا اخويا اهو. بس حلوة ازاي. حتى لايك. تعالوا بقى اتفضلوا معايا. معانا. ودي بقى اكلتي هي حلوة جدا وسهلة جدا وبسيطة خالص خالص خالص. لايكات بقى وكومنتات اكتر وشجعوني كده. يلا باي باي. باي باي.